بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هعلمك ازاي تعمل فيديو انيميشن. تعال نروح على سكتش اب. هتيجي هنا على فايل، من فايل هتعمل امبورت. طبعا هتروح للمكان اللي انت عايز تستورد منه. طبعا انت بتعمل كل الانواع بتاعته دي، كل انواع في سكتش اب انك تقدر تعمل بيها استيراد الملفات. طبعا هنعمل all supported types. طبعا ديت اوتوكاد، رسومات اوتوكاد. شوف اللي يعجبك منها اعملها، وليكن مثلا هناخد 3 دي فريم، اعمل له امبورت، اعمل كلوز. ماشي زي الفل كده، زي ما حضرتك شايف كده. ممكن احذفه عادي وراح اجيب لي 3 دي فري اللي هو تراس، 3 دي تراس، واعمل له امبورت واعمل كلوز وهكذا. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. هتيجي هنا على ويندوز ديفولت تراي، هتفعل لي القائمه اللي اسمها سينس دي. تعالى اضغط على ويندوز تاني، ديفولت تراي سينس، ده جت فعلت هنا. تعالى اظبطها كده ايه بالاوربت. طبعا تجيب الاوربت وتظبط بيه. ماشي. هتضغط لي هنا، هتعمل اد سينس، او بمعنى صح هناخد صوره. خد لي صوره. تعالى هنا مثلا بالووك، تمشي شويه كده. خد كمان صوره بالووك، كمان صوره. هات بقى الاوربت مثلا كده، خد لك صوره كمان صوره، وهكذا صورة كمان. طبعا ممكن تجيب بقى اللي هي البان ديت وتظبط كده شوية، تعمل صورة تمشي كده وهكذا. تعمل صورة ولا حاجة، هات البان ديت وظبط كده سنة أو كده، خد لك صورة، هات الأوربت، وهكذا. طول ما انت ماشي بتظبط نفسك بالصور وهكذا. طبعا طول ما انت بتزود عدد الصور او عدد السنس بمعنى اصح، مدة الفيديو معك بتزيد. خد لك صورة ممكن اوقف على كده مثلا. ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد. كل اللي هتيجي بقى تعمل سيف از دوكيومنت مثلا او بيكتشر، وليكن هنا كده مثلا اسميه 3D فيديو، سيف، كنترول اس كده. سيفته. هعمل بقى اكسبورت انيميشن. هاجي انا اعمل اكسبورت انيميشن، وليكن مثلا هتنزل هنا اوبشنز، ويقول لك مثلا الريزوليوشن بتاعتك انا هخليها 480، عاوز انت ترفع براحتك. اللهم صل على سيدنا محمد. عدد الفريمات مثلا هي 29، خليها 29 مش في مشكله، وهكذا. ممكن تعمل مثلا ريستور ديفولت، ولكن لا تبقى عاليه، نزل ديت شويه، ومثلا في عدد الفريمات مثلا، واعمل اوكي واعمل اكسبورت واسيبه يعمل اكسبورت وارجع تاني، وكده بدأ يعمل اكسبورت زي ما حضرتك شايف كده. كده يكون الفيديو اتعمل له، طلعنا كده الفيديو انيميشن بتاعنا. هتروح مثلا على المكان اللي انت حافظه، وليكن مثلا اشغل فيديو حاليا. هو ده الفيديو انيميشن زي ما حضرتك شايف كده. تقدر يعني تعمل اي فيديو انت عاوزه في سكتش اب. طبعا في اضافات طبعا للسكتش اب ممكن تستخدمها، ولكن زي ما حضرتك شايف كده. طبعا انت ممكن مثلا زي ما انا قلت تعمل تصدير سكتش اب مثلا، وليكن مثلا من ريفت، من تكلا، من اي حاجه. اي حاجه تصدر سكتش اب استخدمها، يعني يكن ايه دي تصدر منها عادي طالما هو بيقبل التصدير خلاص. وبكده نكون خلصنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وشكرا.